أهلا بكم في قناة فهمناكو. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أهلا بكم في المحاضرة السابعة في الرياضة. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا وأساسي في الرياضيات وتطبيقاتها، إزاي بنلاقي أعلى وأقل نقطة في أي دالة. رحلتنا النهاردة هتمشي كالتالي. هنبدأ نفهم الأول يعني إيه قيم عظمى والصغرى، وبعدين هنكشف السر إزاي التفاضل هو اللي بيحل لنا اللغز ده، وفي الآخر خالص هنشوف إزاي برامج زي ماثكاد بتخلي الموضوع ده لعب عيال. طيب يلا بينا نخش في أول جزء. فكرة إننا نلاقي أعلى أو أقل حاجة دي موجودة في كل حتة حوالينا. يعني مثلا شركة عايزة تعرف إيه هو أقصى ربح ممكن تحققه، أو مهندس عايز يعرف أقل تكلفة ممكنة لمشروع. في عالم الرياضيات بقى بنسمي النقط دي القيم العظمى والصغرى. لما نبص على رسم بياني زي ده بعيننا كده نقدر نخمن فين أعلى نقطة أو القمة بتاعة الكيرف، لكن السؤال الأهم هو إزاي نقدر نحدد النقطة دي بالظبط بالملي بطريقة رياضية. والسؤال ده على فكرة مش مجرد تمرين في الرياضة وخلاص، لأ، ده سؤال جوهري في الهندسة والفيزياء وحتى الاقتصاد. الإجابة بتاعته هي اللي بتخلينا نعرف نعمل تحسين أو optimization لأي نظام بنتعامل معاه. التعريف الرياضي ممكن يبان معقد شوية، بس هو بسيط جدا. بيقول إن القيمة العظمى عند نقطة معينة ولنقل اسمها C هي ببساطة النقطة اللي قيمة الدالة عندها أعلى من أي نقطة تانية حواليها في نفس المنطقة. يعني بالبلدي كده دي قمة الجبل اللي احنا واقفين فيه. وبنفس الطريقة بالظبط القيمة الصغرى هي أقل نقطة في المنحنى اللي هي القاع. زي ما احنا شايفين كده، على الشمال في قمة وعلى اليمين في قاع. الفكرة واحدة، وهي إننا بندور على النقط المميزة دي. جميل جدا. السؤال دلوقتي، إزاي بقى نلاقي النقط دي رياضيا من غير ما نقعد نخمن؟ هنا بقى بيجي دور السلاح السري بتاعنا في التفاضل والتكامل، المشتقة. المشتقة دي هي الخريطة اللي هتوصلنا للكنز على طول. ودي هي المعلومة المفتاحية لازم تفضل في دماغنا كويس قوي. المشتقة الأولى للدالة عند أي نقطة هي بالظبط ميل المماس للمنحنى عند نفس النقطة دي. المشتقة هي الميل والميل هو المشتقة. ودلوقتي بقى لحظة الاكتشاف. فكروا فيها كده معايا. عند أعلى نقطة في القمة أو عند أعمق نقطة في القاع، المنحنى للحظة كده بيبقى أفقي تماماً، مسطح. طب يعني إيه خط أفقي؟ يعني ميله بيساوي صفر، وبما إن المشتقة هي الميل يبقى أكيد المشتقة عند النقط دي لازم تساوي صفر. عشان كده النقط اللي المشتقة عندها بتكون بصفر أو غير معرفة بنسميها اسم خاص، القيم الحرجة أو الكريتيكال فاليوز. ودي أهم حاجة في الموضوع كله، لأن القمم والقيعان بتاعتنا لازم تحصل عند نقطة حرجة. دي الأماكن الوحيدة اللي محتاجين ندور فيها. يبقى كده الخطة بتاعتنا بقت واضحة ومنظمة. أول خطوة بنجيب المشتقة ونسويها بصفر عشان نلاقي كل القيم الحرجة دي. تاني خطوة بناخد النقط دي ونعوض بيها في الدالة الأصلية عشان نشوف قيمتها كام. وآخر خطوة بنحسب قيمة الدالة عند أطراف الفترة بتاعتنا. وبس كده، أكبر قيمة تطلع هي العظمى وأصغر قيمة هي الصغرى. تمام، احنا كده فهمنا النظرية والخطوات. بس في الحقيقة بقى لو الدالة اللي بنتعامل معاها شكلها غريب ومعقد، الحسابات دي ممكن تاخد وقت ومجهود كبير جدا. وهنا بيجي دور التكنولوجيا. خلينا ننتقل للجزء العملي ونشوف ازاي ده بيتم. ده بقى بطل حلقتنا العملي، برنامج ماثكاد. نقدر نعتبره الآلة الحاسبة الخارقة للمهندسين والعلماء. البرنامج ده بيقدر يعمل كل الحسابات اللي قلناها دي وأصعب منها بكتير في غمضة عين وبدقة متناهية. البرنامج ده عامل زي صندوق العد المتكامل. من خلال الأشرطة اللي قدامنا دي ممكن نرسم دوال، نحل مصفوفات، نعمل تفاضل وتكامل، وحتى نكتب أكواد برمجية بسيطة، كل ده في مكان واحد. طيب كفاية كلام نظري، مفيش أحسن من مثال عملي سريع عشان نشوف قوة برنامج زي ده. هنشوف إزاي ممكن نستخدمه عشان نحلل دالة ونلاقي القيم القصوى بتاعتها بمنتهى السهولة. ورغم إن الشريحة دي بتورينا مثال على المصفوفات عشان نفهم قوة البرنامج بشكل عام، إلا إننا هنطبق نفس الفكرة على موضوعنا. بدل ما نحسب المشتقة بإيدينا ونحل معادلات، ماثكاد بيعمل كل الشغل الصعب ده بضغطة زرار. بصوا الموضوع بسيط إزاي. هنا يدوب بنعرف له المصفوفتين A و B. تخيلوا لو بدل دول كنا بنكتب معادلة الدالة المعقدة بتاعتنا. بنفس السهولة دي بنكتب الدالة وهو بيفهمها على طول. ده طبعا بيوفر وقت ومجهود رهيب. وبمجرد ما بنطلب منه يحسب، بوم، كل النتائج قدامنا في لحظة.
زي ما هو هنا حسب جمع وضرب المصفوفات فوراً. تخيلوا إنه بيحسب المشتقة وبيحل عشان يلاقي النقط الحرجة ويرسم لنا الدالة ويحدد عليها القمم والقيعان. السرعة دي هي اللي بتخلينا ننجز. الجملة دي بتلخص كل حاجة. بدل ما نضيع وقتنا ونغرق في تفاصيل الحسابات، بنركز إحنا على فهم المشكلة الأكبر ونسيب الأداة دي تقوم بالعمليات الحسابية الشاقة. عمليات معقدة جدا بتتحل بنتائج فورية. يبقى الخلاصة هنا إيه؟ إن القوة الحقيقية بتيجي من التكامل بين الاتنين، الفهم النظري والأداة العملية. التفاضل والتكامل بيدينا العقل والخطة عشان نفهم المشكلة، والبرامج زي مات كاد بتدينا العضلات والقوة عشان ننفذ الحل ده بسرعة. الاتنين مع بعض بيخلونا نقدر نحل مشاكل حقيقية ومعقدة. وفي الآخر أحب أسيبكم مع السؤال ده تفكروا فيه. في مجال دراستكم أو شغلكم، إيه الحاجة اللي ممكن تحسنوها وتوصلوها لأفضل قيمة ليها؟ سواء كانت أقصى ربح أو أقل تكلفة أو أعلى كفاءة، باستخدام نفس المفاهيم اللي شفناها النهاردة. شكراً جداً ليكم.